بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بحلوى بنينة بزاف على طريقتي، صابلي محشي بكريمة البيستاش والكنافة. أول حاجة نأخذ ريسيبيون نحط فيها 250 غرام مارغرين غامولي، ونقل من نص تاع كأس سكر كلاص، مغرف صغيرة فاني، نزيد عليهم 2 مغارف فلون فاني، نزيد عليهم ربع كأس زيت، حبة بيض كاملة، نضربهم بالباطور حتى نتحصل على كريمة، ثم نضيف الفارينة بالتدريج مع مغرف خميرة كيميائية حتى نتحصل على عجينة طرية متماسكة. نأخذ هذو لي مول اللي راكم تشوفوا فيهم ونشكل فيهم العجينة نتاعي، وننزع الزوائد بالسكين حتى نكملهم. نديرهم في الفرن مسخن من قبل مدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة، يطيبوا لي من تحت ثم نشعلهم من الفوق حتى ياخذوا لي تحميرة. كي يطيبوا لي خليهم يبردوا شوية ونديموا ليهم، نحيهم بهذه الطريقة ونروح نحضر الحشوة نتاعي الأولى. درت لهم 2 حشوات. الحشوة الأولى نأخذ صحن نحط فيه كأس لوز مرحي متوسط وكأس نواة كوكو، ونزيد عليه الحليب المركز النسلي حتى نتحصل على خليط يكون جاري شوية. بهذه الطريقة لازم يكون جاري لخاطر نواة كوكو يشرب، باش كي يشرب يجيني ذاك هو. نعمر بهذا الليمون، نحط حوالي مغرف صغيرة في كل حبة كطبقة أولى، ثم نروح نحضر الحشو الثاني. ناخذ صحن نحط فيه كريمة البيستاش ونضيف عليها الكنافة المحمصة حتى نتحصل على هذا الخليط. نزيدو نعمر بهذا الليمون بهذه الطريقة. كي نكملهم نذوب شوكولا بلون ونضيف لها شوية تاع الزيت باش تجيني شوية مطلوقة، نغطس فيه الحبات غير من الفوق برك، ومن بعد انا زينتهم بالجوز. الطريقة هذه الوصفة بنينة بزاف، نتمنى انكم تجربوها وهذه هي النتيجة النهائية.